طيب، جميل الكلام ده. خلي الاهلي يعمل في صفقات، خلي الاهلي يدخل في مليارات، خلي الاهلي يعد في ارباح تتخطى الديون اللي علينا. يعني ما شاء الله الارباح اللي النادي الاهلي واللي الكابتن محمود الخطيب عاملها عدت الديون اللي علينا. يعني الديون اللي علينا. اقول لكم ايه بس، وخلينا احنا بقى نتكلم ونطلع نشتم كل شويه ونقلب القناه بتاعت النادي لقناه سياسيه ونقلب قناه النادي لقناه احوال شخصيه، وكده ان شاء الله هناخد افريقيا والدوري والكاس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد على قناه اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي محروم مديون بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. قبل اي حاجه، اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهده و3000 لايك. والجزء الثاني من قناه الزمالك للسب، قناه الزمالك للشتيمه، قناه الزمالك للتريقه على خلق الناس، قناه الزمالك بلس 18 و19 و20 و60 و80 بلس اي سن. اي سن، مفيش حاجه اسمها الكبير، والكبير والصغير ما يحبش الكلام اللي بيتقال عليها. خلينا بس قبل ما نخش في الكلام على حلقه امبارح اللي هي زي كل يوم تقريبا، زي كل اسبوع تقريبا، خلينا نتكلم عن المستبعدين من قائمه منتخب مصر. فيتوريا بيعلن استبعاد محمود جاد، واستبعاد باهر المحمدي، واستبعاد حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كان بالاتفاق عشان ينضم مع منتخب الاولمبي، دي معروفه. واستبعاد عبد الله جمعه طبعا، اللي مش عارف هو راح ليه اصلا. واستبعاد مروان عطيه اللي مأدي اداء رائع مع نادي الاتحاد. واستبعاد عمرو السيسي عادي. واستبعاد احمد عبد القادر اللي هو الموهبه عندك في مصر، اصلا انت ما عندكش لاعب موهبه في مصر زي احمد عبد القادر مبدئيا كده. واستبعاد مصطفى عبد الرؤوف، واستبعاد محمد شريف، واستبعاد احمد ياسر ريان، واستبعاد مروان حمدي. مروان حمدي. طيب، مروان حمدي لما كان وحش كان بينضم، دلوقتي لما بقى مأدي حلو مع المصري بيستبعد. حاجه غريبه. مش هعترض على المهاجمين، لان المهاجمين اللي موجودين كويسين، اذا كان مصطفى محمد او محمد صلاح او تريزيجيه او احمد حسن كوكا، فمش هعترض على المهاجمين. انما احمد عبد القادر تستبعده ليه؟ طب انت عندك مين جامد في مكانه؟ ما تخليه موجود بديل كويس. سيبك من ده. مروان عطيه، ازاي تستبعد مروان عطيه؟ انت شايف ان عمر جابر احسن من مروان عطيه؟ طب ليه الزمالك هيموت على مروان عطيه؟ مادام هو رايح في ده، وعمر جابر جامد قوي كده. فحاجه غريبه يعني. مش هطول في الموضوع كتير، خلينا نخش بقى في الاهم، وقناه الزمالك وكل يوم شتيمه وكل يوم غلط. كابتن محمود الخطيب نفسي افهم عمل ايه. حد يحكي لي القصه من بدايتها كده. اول ما رئيس نادي الزمالك جه مسك الزمالك، اول ما مرتضى منصور مسك الزمالك، هل الخطيب على طول جاب لجان وقعد يشتم؟ القصه بدات خالص في البدايه من اول هجوم رئيس نادي الزمالك على محمود الخطيب، ولما غلط في اخته. دي بدايه القصه قوي. فاترفعت اول قضيه. بعد كده الغلط جه في ده وده في ده. طب لو كابتن محمود الخطيب وحش، هل كابتن محمود الخطيب فقط اللي رفع قضيه على رئيس نادي الزمالك؟ انت بتقول ان كابتن محمود الخطيب مسلط ناس وبيدفع لهم فلوس عشان يطلعوا يشتموا. طيب، هل كل اللي حضرتك معاديهم دول مسلطين ناس برضو؟ هل كابتن محمود الخطيب عنده مشكله مع حد تاني؟ ما عندوش اي مشكله مع حد تاني غير حضرتك، لكن حضرتك عندك مشاكل مع كذا حد. يبقى العيب في مين؟ ما بالعقل كده. انا دلوقتي ساكن في شارع، انا في الشارع ده عندي مشكله مع فلان، وفلان عنده مشكله معايا، فعادي هتتحل، او هو غلطان انا غلطان. لكن انا دلوقتي عندي مشكله مع ده وده 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 وجاري ما عندوش مشكله غير معايا. يبقى الغلط فيا انا، لان عندي مشاكل مع غيره، لان انا اللي مش ساكت، لان انا اللي بجيب في سيره ده وده 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 وده. يا راجل خد التصريح ده تصريح للتاريخ، تصريح للتاريخ كده ممكن يتعلق على حديقه في سور نادي الزمالك. يا راجل ده من كتر ان انا مش حابب كابتن محمود الخطيب، طلعت تصريح انا مش عارف انا طلعته ازاي كان رئيس نادي الزمالك، بالذات على الشخص ده. تصريح من رئيس نادي الزمالك بيقول لك محمد ابو تريكة احرف من محمود الخطيب. انا مش مشكلتي في الكوره، ممكن يكون احرف، ممكن يكون الناس شايفه الخطيب احرف، لكن انت اكتر واحد اصلا ضد ابو تريكة وضد ذكره وضد ان يتجاب اسمه. وكنت بتقول رغم اختلافي السياسي معاه، فانا
شايف ان هو احسن من محمود الخطيب. طيب ما دام انت مختلف معاه سياسيا، رغم كده اخترت ان هو احرف من محمود الخطيب، ليه زعلت لما النادي الاهلي هناه بعيد ميلاده؟ طب ما ممكن يكون مثلا النادي الاهلي مختلف مع محمد ابو تريكة سياسيا، لكنه بيهنيه بعيد ميلاده عادي كلاعب تاريخي في النادي. اشمعنى بقى ليك انت مباحة ان انت تختاره ان هو احسن من محمود الخطيب، وزعلت من النادي الاهلي ان هو هناه بعيد ميلاده في صفحته الرسميه؟ طب ما انت في قناه نادي الزمالك الرسميه بتقول ان الكابتن محمد ابو تريكه احرف من الكابتن محمود الخطيب، في قناه رسميه اهي. زعلت ليه بقى؟ كلنا بنتمنى الامور تهدى وان ابو تريكه يرجع تاني مصر وكل حاجه، لكن انا عايز افهم الازدواجيه رايحه فين. ده انت اكتر شخص ضد ابو تريكه، فوصلت الدرجه من كتر ان انت مش حابب الكابتن محمود الخطيب ان انت تروح لواحد برضه انت مش حابه وضده وتقول ان هو احسن من محمود الخطيب. ايا كان محمد ابو تريكة او محمود الخطيب، الاتنين اساطير، الاتنين لعيبه كبار جدا، الاتنين حققوا انجازات ما حققش ربعها واحد في الزمالك احنا بنقول عليه اسطوره، او انت بتقول عليه اسطوره، او الاعلام بتاع الزمالك بيقول عليه اسطوره. عد بطولات محمد ابو تريكه مع النادي الاهلي، واخد 5 افريقيا، مش عارف كام دوري، مش هعد كام دوري. هو طول ما ابو تريكه موجود عمره ما خسر دوري، فعد بقى غير اول دوري اللي هو كان لسه جاي، اللي هو بتاع 2003 او 2004. عد بقى من 2005 لحد ما اعتزل دوري دوري دوري، وشوف واخد كام كاس، ومع منتخب مصر واخد 2 افريقيا، 2 افريقيا. كابتن محمود الخطيب واخد واحده افريقيا، واخد مع الاهلي بتاع اتنين دوري ابطال افريقيا تقريبا، وهداف الاهلي في وهداف النادي الاهلي التاريخي بالتساوي مع حسام حسن، ومن هدافين الاهلي في البطولات الافريقيه، ومن هدافين المنتخب. هداف اهدافه، فله تاريخ حقيقي مساهم بيه، وكابتن ابو تريكه له تاريخ حقيقي مساهم بيه. فمن كتر النبذ ومن كتر ان انا يا راجل مش طايقك او بختلق لك اي حاجه، من كتر العفويه رحت مجدت في واحد اصلا انا ضده، وبرضه نفس الشعور ناحيتك كده. انت فاهم حاجه؟ انتوا فاهمين قصدي؟ انا عايز قصدي يوصل لكم، انتوا اكيد فاهمين قصدي. عارف انا لما اكون متعارك مع واحد وفي نفس الوقت بكره واحد تاني، فمن كتر ما انا متغاظ من ده قمت قايل له ده احسن منك، وانا اصلا ما بحبش الاتنين، بس العفوية بتطلع اي حاجة، كلمة الحق بتظهر بمعنى اصح. فحاجة غريبة، قول لي ايه راجع كده ديوننا؟ الاهلي ما شاء الله عمال يزيد ويزيد ويزيد، واحنا ديوننا عمالة تزيد وتزيد، اخرهم لاعب السلة اللي هرب. طب ما نتكلم في مشاكل النادي، ولا احنا مش عايزين؟ احنا عايزين نصدر مؤامرة؟ احنا ما فيش مشاكل يا جماعة، احنا المشاكل معمولة لنا. بس كده، ده كان فيديو النهارده. قبل اي حاجة انا مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 مشاهدة و 3000 لايك. السلام عليكم.